نلتقي في هذا اليوم مع أكثر الشرائح فقرا وأشدها حاجة، هم عمال الحرج. عمال الحرج ينطلق بعد صلاة الفجر مباشرة، وقد يأتي الظهر ولا يحصل عمل، وربما استمر إلى العصر وإلى المغرب. يعاود العامل من الحرج إلى أولاده قد لا يجد شيء، فما تكون النتيجة؟ الحرج هذه الفئة لديهم أطفال بحاجة إلى الغذاء، لديهم أطفال بحاجة إلى الدواء، لديهم من الأطفال من هو معاق ومن هو مريض ومن هو بحاجة إلى حفاظات، لديهم أمهات، لديهم أرامل، ولديهم الكثير الذي نظروا النظرة هذه لعمال الحرج، بحيث ونحن معطلين من العمل ولم يوجد لا إيجار البيوت ولا محق الدواء ولا محق الغذاء. ومعي طفلة بينها ضمور بالدماغ والحالة كما أعلم الله، وهذه الأيام ما أعلم بالحل الله أرحم الراحمين، ما أعلم بالحل الله أرحم الراحمين. معي أطفال عسى أطفال، ولم أجد لا عقل إيجار ولا معي أي حاجة في البيت. كل يوم بكى الحرج ولا أطفال لا أي شيء راقدين، نشتغل بالأسبوع، أسبوع نشتغل باليوم، أسبوع ما نشتغل باليوم. الله يجي لكم ويفتح عليكم. احنا معانا قهال والوضع ايام ما يحمل، واحنا ضباحة واحنا حالتنا حالة. الله يجي لكم ويفتح عليكم. جالسين بالحرج نقول لا في عمل ولا اي حاجه، والله نحن نجلس لا مغرب داخل الحرج ما فيش عمل، ما نشتغلش والله، ما نشتغل على العمل بعض الشهور لا نشتغل ولا. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفانٍ.